بجد والله، والله فكرة جميلة، ما تبيعوه يا جماعة النادي اللي عامل لكم مشاكل ده. فكرة جميلة جدا والله. ايه رأيك لو نادي الزمالك اتباع وتخصخص وبقى، يعني حد يجي كده يتكرم، حد خليجي طبعا، يشتريه ويحاول يستثمر فيه، وعلى الأقل خالص هيخلصكم من مرتضى منصور يعني. طب والله العظيم فكرة، وصاحب الفكرة دي يستاهل يتعمل له تمثال جوه نادي الزمالك. بجد والله فكرة جميلة جدا. وهنا السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، لازم يطرح نفسه: هل الزمالك لو اتباع مرتضى منصور هيفضل مكانه برضه؟ يعني هو برضه هيفضل يدير الزمالك حتى لو اتباع؟ الله اعلم، انا شخصيا والله مش عارف يعني إيه اللي ممكن يدور يعني. وفكرة برضه، في فكرة احلى: ما مرتضى منصور يشتري، يقدر على فكرة ما يشتريه هو بقى، ويبقى خلاص بقى ناديه وكيفه ويعمل اللي هو عايزه. بجد والله. وجمهور الزمالك لسه هتشجعه برضه. الدنيا هتبقى ماشية مش عارف والله. بس كل اللي عايز اقوله: الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم، انتوا بتمروا بايام مش عارف اقول عليها ايه، بس الله يعينكم.